نخش على البديل. البديل برضو فيه كلام مهم اتقال في الايام اللي فاتت، وناس بتقول بعد ما طلع طبعا البديل الالكتروني، صحيفه البديل الالكترونيه وبيرأس تحريرها زميلنا خالد البلشي، في دلوقتي اعلن انه في يوم 20 نوفمبر هيبقى الجمعيه العموميه للبديل هيقرروا فيها بعض الامور يعني. لكن الكلام اللي اتقال او البعض بيرددوا، طبعا انا مش في حل ان انا اكون مصدقه او مش مصدقه، لكن البعض بيرددوا انه الفتره الجايه هيبقى الاجتماع الجاي يوم 20 هيتفقوا فيه على بعض الاليات ليس من بينها اختيار الاستاذ خالد البلشي رئيسا للتحرير، وانه في ناس متضايقه انه خالد البلشي اعلن من نفسه كده انه موضوع البديل الالكتروني من غير ما يرجع للملاك. ده الكلام اللي بيتقال وبيتردد في بعض الامور، واجبره خالد انه هو يغير اللوجو اللي على الموقع. يعني البديل كان خالد عامل البديل الصحيفه، دلوقتي خلوه يغير اللوجو بقى بديل، مش بديل بتاع الصحيفه اللي صدر قبل كده. عموما معانا احد الملاك واحد ملاك الصحيفه الاستاذ سيد كراويه، ده بورسعيدي محترم واحنا كلمناه قبل كده، واعتقد انه مكالمته ربما يكون فيها جديد. استاذ سيد اهلا بحضرتك. استاذ سيد اهلا بك يا استاذ. استسمح بس حضرتك التلفزيون توطيه لو ممكن؟ التلفزيون مقفول خالص. مقفول خالص. طيب نقفل التلفزيون ونفتح قلبنا كده لبعض، واقول لحضرتك اجتماع يوم 20 ان شاء الله. ان شاء الله. ايه المتوقع ان انتوا القرارات اللي انتوا تتخذوها؟ مفيش، هو متقدم للجمعيه العموميه قرار بوقف قرار التصفيه واعاده اختصاص مجلس الاداره للنظر في اعاده اصدار البديل. يعني الجورنال هيطلع؟ لو لا انا مش سامع يا شباب. الامر رهن موافقه الجمعيه العموميه. الامر لسه في رهن الجمعيه العموميه، لكن مفيش اي تخطيط من قدام حضراتكم دلوقتي لحث الجمعيه العموميه لاعتماد قرار بخروج الصحيفه للنور؟ لا، هو في طبعا في ناس مقدمه اقتراح محدد بالصوره دي ان احنا اصدار الجريده. طب ايه الدافع يا استاذ سيد دلوقتي ان انتوا لازم الجمعيه العموميه، احنا الجمعيه العموميه لها اعتبار. تمام. ايه الدافع دلوقتي يعني؟ حاجه تقل في موافقه الجمعيه العموميه. ايه الجديد اللي خلى حضراتكم يعني يبقى عندكم تمني انه صحيفه الدستور تطلع للنور؟ ما كان في مشاكل قبل كده، مشاكل ماليه هي اللي ادت ل مش اغلاق الصحيفه، لكن ادت الى توقف الصحيفه عن الصدور. ايه الدافع يعني؟ لا، من ناحيه الدفع هو نفس الدفع اللي خلانا احنا نصدر الجريده. احنا بنصدر الجريده لدفع ان احنا شايفين ان الساحه محتاجه فعلا جريده على سقف الحريه فيها الى اول مستوى، جريده بالسياسه التحريريه اللي احنا كنا محددينها، اللي هي جزء منها كان موجود فعلا في الاصدار الاول، ونتمنى يعني ان نتطور ونقدر نحققه في الاصدار الثاني. يعني ما فيش احنا اصلا بنتكلم على صيغه، احنا ما احناش ملاك رجال اعمال زي ما يشاع او كده، احنا ناشطين في المجال ولنا اهتمام بالمجال العام، وده المهتمين، وكل الجمعيه العموميه بتاعه الجريده هي اكثر من 70 عضو، كلهم يعني نشطاء سياسيين في الحركه السياسيه المصريه والحركه الوطنيه في الخطوه المصريه، تمام. يعني هل الوضع المالي مش هيبقى عائق ليك في الفترة الجاية؟ الحقيقة في وعود جديدة. وعود من مين يعني يا استاذ سيد؟ بس برضه لسه هذا الكلام برضه بعد بموافقة الجمعية العمومية. يعني وعود من رجال الأعمال يعني ولا من ناشطين برضه؟ لا، من الناس في المجال يعني. من ناس اصدقاء يعني، وناس ناس على علاقه طبعا محتاجه فيه، كتير من الاصدقاء ليه. طيب الاستاذ خالد البلشي هل في اعتباركم انه يبقى رئيس تحرير ولا هيتغير؟ لا، رغم برضه موافقه الجمعيه العموميه.
يعني ما عندكوش قرار، مفيش قرار دلوقتي اتاخد انه لا احنا ما احنا سيادتك الوضع القانوني للشركه والجريده الجورنال تحت التصفيه اللي داعي للجمعيه العموميه اصلا المصفي عشان الجمعيه العموميه تعرض ولا لا. احنا اصلا ما حدش صاحب قرار الان. يعني في الشركات الوضع القانوني للشركه تحت التصفيه ان مجلس الاداره ليس له اي اختصاصات. عندما يعود مجلس الاداره لمواصفاته وتوافق الشركه هيئه سوق المال على الطلب بتاع الجمعيه العموميه، مجلس الاداره هيكون مؤهل يقول ما يفكر فيه كمجلس اداره. طب انتوا وصل علمي انه انتوا كلفتوا الاستاذ جمال عيد انه يكلم خالد البلش ان هو يغير اللوجو بتاع البديل اللي هو على الموقع الالكتروني، انه مش من حقه انه يستخدم البديل الاساسي، هل ده صحيح؟ احنا اتكلمنا بشكل محدد ان البديل تملكه جمعيه، يملكه مؤسسين وجمعيه عموميه. الفضاء الالكتروني متاح لكل حد. لكن البديل كماده، البديل كارشيف، البديل كاسم محدد بالصفه دي كجريده اسسها الدكتور محمد سيد سعيد، دي جريده تخص البديل واصحاب الامر فيها هم الجمعيه العموميه. يعني مفيش اي ترتيب دلوقتي لانه الاستاذ خالد البلشي ما هوش موجود، مفيش اي ترتيب ان خالد البلشي موجود، مفيش ترتيب ان رئيس تحرير لا مفيش، هو بالظبط لا ده لا يعني هو احنا يعني احنا بصدد صياغه جديده للموضوع. طبعا خالد كان موجود معانا وخالد يعني قام بدور، ده كلام ما فيهوش كلام وهيكون في الاعتبار ان احنا اي كلام هنكلمه وهنتفق معاه وهنقعد معاه. لكن ما اقدرش اقول لك ان في قرار دلوقتي بخالد او بغير خالد. طيب استاذ سيد هقول لك السؤال، لكن يبدو ان حضرتك برضه وصل لك هذا الامر، هل ما فيش كلام انه او في كلام بيتقال انه الدكتور سليم العوا والاستاذ حسام سلطان بصدد الاتفاق على شراء البديل او دمج البديل مع جرايد اخرى لعمل يعني مؤسسه قوميه كبيره، مؤسسه صحفيه كبيره؟ في كلام حصل بينكم او بين الملاك والناشطين اللي موجودين في صحيفه البديل الاستاذ حسام سلطان؟ يا استاذ جابر، البديل ليست معروضه على قراءه الطريق لمن يشتريها. البديل جاي طالعه برساله ولها سياسه تحرير محدده. لا يمكن يعني حتى الاسامي اللي حضرتك قلتها مع احترامنا لا يمكن يكون في انسجام سياسي معاها. ده احنا ده قصه ثانيه. وهذا الموضوع غير مطروح للمناقشه اطلاقا من بابه، لا من حيث المبدا ولا بالتفاصيل. من حيث المبدا ده يعني هو لم يحدث بشكل مباشر ان كلمنا حد من الاسامي المحترمه اللي انت قلتها. ولا كلمت الاستاذ ابراهيم عيسى؟ نعم. ولا كلمت الاستاذ ابراهيم عيسى؟ احنا كلمنا الاستاذ ابراهيم عيسى؟ لا ما كلمناش الاستاذ ابراهيم عيسى. الاستاذ ابراهيم عيسى احنا كلمناه طبعا بعد بصفته صديق بعد قرار الغرق، ان احنا بنشد على ايده وبنقول له يعني شد حيلك ويعني كأي مواطنين يعني. لكن ما كانش في كلام انه يتم الاستعانه بيه وبخبرته في الفتره اللي فاتت عشان يجي البديل يعمل عمليه نهوض بيها يعني. لا ده مش ابراهيم عيسى بس، ده ابراهيم عيسى وحضرتك واي حد عايز يمد ايده للتجربه احنا نتشرف بيه ونحترم الروح دي. يعني لا حديث مع اي صحفي. هل حصل فعلا مسائل اجرائيه تفصيليه؟ لا طبعا لم يحدث يعني. انما ابراهيم عيسى الصديق ويعني احنا نعرفه من اول الاصدار الاول للدستور وكان في علاقه وفي كلام اختلاف بنحيي بعض كده. طب لو الجمعيه العموميه ما ايدتش اختيار خالد البلشي كرئيس تحرير، هل في عندكم بدائل اسماء معينه؟ بالتاكيد البدائل موجوده. بالتاكيد لازم كل البدائل موجوده، ما انت السوق موجود. الصحفيين موجودين، بس هيبقى برضه صحفي من نفس التيار. يعني في اسماء محدده؟ هيبقى صح لو كان كده هيبقى صحفي من نفس التيار. مين ابرزهم استاذ سيد؟ لا انا يعني حليني من ذكر اسامي، لكن هو فعليا بعد الاغلاق البديل كان في ناس كتير ومحترمه جدا اتصلوا بينا وقالوا لنا احنا تحت امركم لو في مشاكل مستعدين نعمل.
اقول لك على احنا يوم اغلاق البديل بالظبط كان الاستاذ علي الحموده مثلا جاب نفسه وطلع جورنان وقال احنا هنطلع جورنان وحاجات بالشكل ده. يعني ناس يعني فاجئونا، واحنا ما فيش علاقه بينه وبين علي الحموده اطلاقا، لكن فعلا نروح المحافظه على الجريده والمحافظه على المهنه وكده، ده احنا بنقدره بشكل عالي جدا. لكن ما فيش شخص بعينه او شخصيات بعينها؟ لا حتى الان ما فيش شخص، لكن في يعني مروحه من الاصدقاء والاسامي. لكن طبعا انا ممكن يبقى دماغي في حد وهو مش موافق. لا يعني انا اقصد حضرتك هم مثلا 3 4 5؟ لا يمكن 5. يمكن 5. هل لو قلنا اسماء ال5 صعب؟ انا لا يعني مش مسموح لي ان انا اقول اسامي دلوقتي. تمام. انا اتمنى لك كل التوفيق، واتمنى لصحيفه البديل ان شاء الله تخرج للنور، وانا شاكر حضرتك جدا استاذ سيد. استاذ سيد كراويه احمد ملاك صحيفه البديل، معلقا على اجتماع الجمعيه العموميه يوم 20 نوفمبر واهم الاجراءات اللي هياخدوها، واكد انه مفيش اي كلام عن رئيس تحرير جديد او البقاء على رئيس تحرير زميلنا خالد البلشي، او انه في مفاوضات لبيع الصحيفه، مؤكدا انه الصحيفه باقيه وهتصدر للتعبير عن السياسه العامه التي خرجت على اساسها، وهي طبعا عارفين ان هي جريده البديل بتعبر عن اليسار، فخرجت وكان مؤسسها استاذ محترم ربنا يرحمه ويدخل فسيح جناته الدكتور محمد السيد سعيد. تعالوا نروح لصفحتنا النهارده.